هو اللي حصل ده بجد؟ لا 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 لا، قول انك بتضحك عليا. النادي الاهلي وافق حمزة عبد الكريم برشلوني. يا جدعان ازاي يا جدعان؟ ما تجننونيش. يعني احنا هيبقى عندنا لاعب مصري بيلعب في برشلونة؟ احنا يا جدعان انتوا فاهمين احنا هنعيش ايه؟ طب فاهمين حمزة عبد الكريم مين اللي هيخدم عليه؟ لامين يامال ورافينيا وبدري يا بيه وكل ده وايه؟ ابننا لسه عنده 17 سنة وسنتين 3 وهنلاقي برشلونة بيعتمد عليه. لو زعلان ان الاسطورة المصرية بتاعتنا فترته في الملاعب بتخلص فجالك اللي هيقعدنا 10 15 سنة بنتابع فرق اوروبا عشان نتفرج عليه. فينكوا بقى يا اللي بتطلعوا وتقولوا لنا اصل مصر ما فيهاش مواهب عشان منتخب الشباب يعتمد عليه؟ احب اقول لك اهو شاب عنده 17 سنه نادي زي برشلونه الاسباني شايف انه ليه مستقبل وعايز يبني عليه. اظن جه الوقت اللي نهتم شويه بمواهبنا، نخف شويه الواسطه عشان احنا عندنا الف حمزه عبد الكريم بس الدنيا دايسه عليه.